احلى من الايس كريم وهتعمليها في دقايق. هقولك كل الاسرار لكيكة الموزايك، جميلة جدا وغنية بالكولاجين والولاد هيحبوها جدا. هقولك كمان كل الاسرار اللي هخليها ممكن تنفع للدايت، كمان ممكن تنفع نباتية. هقولك كل الاسرار في الفيديو، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية. هنستخدم هنا 3 ألوان من الجيلي، الأحمر والأخضر والأصفر. الأخضر ممكن تلاقوه منه التفاح، الأحمر ممكن رمان وممكن فراولة، والأصفر ممكن تلاقوا منه المانجا وممكن تلاقوا الليمون. بس طبعا أحلى نوع أنا استخدمته هو المانجا والأناناس. بجهز عندي 3 كوبايات وبفضي باكت واحد من كل لون. بنزل بمية تكون سخنة على كل كوباية وبدوبها خالص لغاية ما تدوب عندي خالص وما بلاقيش فيها أي نوع خالص من الرواسب أو الجيلي. لكل الحاجة بزود عليهم بقى نص كوباية من المية الساقعة أو ربع. لو أنا عايزاه متماسك يبقى هزود ربع مية ساقعة متلجة لكل كوباية. بفضي بقى في قوالب تكون مش سميكة، قوالب رفيعة، وبحطهم في الفريزر حوالي تلت ساعة بيكونوا تماسكوا، ما نخلوهوش ليجمد. اجهز بقى 3 كوبايات او 3 كوبايات الا ربع من اللبن. باخد منه نص كوباية وبحط عندي 4 معالق من الجيلاتين اللي هو النباتي، ممكن نباتي او حيواني، وبزود مية تكون الاول فترة وبدوبهم خالص. وعندي اللبن هنا ممكن ازود بقى عليه معلقتين من السكر الدايت او معلقتين من السكر العادي خالص، وببتدي احط عليه واللبن ما يبقاش سخن، لان لاحظوا ان اللبن ده هينزل على الجيلي فلازم اللبن يكون ساقع عشان ما يسيحش الجيلي. انا يا دوبك بس بسخن جزء بسيط اللي هي نص كوبايه دي، وبحط فيها الجيلي والسكر وبدوبه وبحطه على اللبن الساقع وبرده بقلبه لغايه ما يدوب كل الجيلاتين. بعد كده بقى عندي هنا الجيلاتين كله جهز، اللي هو حطيته في التلاجة، الجيلي كله في التلاجة. وببتدي بسكينة وبقطعه قطع مربعة ومكعبة كده بالطول وبالعرض، قطع صغيرة، وببتدي افضي كل جزء في الصينية، الاحمر والاخضر والاصفر. وطبعا بتأكد ان كل الاجزاء متماسكة علشان ما يبقاش لسه سايح. انا قلت لكم ان احنا بنحطه في الفريزر حوالي ربع ساعة، واتأكد كل شوية ان هو تماسك قبل ما ابتدي اقطعه. حطيت كل الكمية على بعض وقلبتها كده عشوائي، يعني اي تقليب كده. وبعد كده بقى ببتدي اجيب عندي القوالب اللي انا هستخدمها. كان عندي القوالب اللي هي بتاعه الجيلي، وكمان الاطباق بتاعه الرز باللبن، اي قوالب عندك. وممكن كمان تعمليها في كيكة اللي هي صواني الكيك الكبيرة اللي هي بتبقى مفرغة من النص، دي برضو بتبقى حلوة. ببتدي بقى احط عندي اللبن. طبعا نلاحظ ان اللبن لازم يكون ساقع، بس احنا من هنا مش حطيناه في التلاجة، خلي بالنا، لان لو حطيناه في التلاجة هيبقى يجمد من تحت قبل ما نبتدي نحطه، يبقى ساقع بس سايل كده. وببتدي احط في كل طبق. بعد كده بقى احطه في الفريزر حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، بيكون تماسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وببتدي بقى انزله في الاطباق، بس خلي بالي ان انا ما اسيبوش مده طويله في الفريزر عشان ما يجمدش ويعمل تلج، دي مهمه جدا الخطوه دي. اوعوا خلوه يعمل تلج لانه مش هيبقى حلو. نخلي بالنا يا دوبك بس يجمد او يتماسك، وببتدي افضيه. لو لقيته لازق شويه ممكن بجيب طبق دافي شويه وبحط له حمام ميه لمده ثانيتين بالظبط، وبشيل الطبق وببتدي افضيه في الاطباق. عن زي ما انتم شايفين كده طالع جميل وتحفة، والطعم بقى خطير، والالوان جميلة جدا، شبه الموزايك حلوة قوي. وكمان لما بتحطيها كمان في التلاجة، هنا كانت لسه ما مسكتش قوي، حطيتها بقى حوالي ساعة كمان في التلاجة، تماسكت كمان اكتر. شكلها جميل وتحفة ونتيجتها حلوة والطعم خطير.
وزي ما قلت لكم لو حابين ان انتوا تعملوها نباتي ممكن نحط بديل للبن، نحط لبن جوز هند او لبن لوز او اي نوع البان نباتيه. ولو حابين طبعا دايت ممكن بنحط سكر دايت، والنباتي برضو بنحط اللي هو الجيلاتين النباتي بدل الجيلاتين العادي، وممكن نستخدم عصاير طبيعية ونحط عليها الجيلاتين اللي هو النباتي او جيلاتين عادي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفات. طبعا الوصفات بحاول اجيبها لكم تكون اغلبها صحية، وازاي نستبدل الحاجات الضارة بالصحية. طبعا الجيلي هنا برضو عايزة اقول لكم ان احنا مش ضروري نستخدم جيلي بالالوان الصناعية، ممكن نستخدم العصاير الطبيعية ونحط فيها الجيلاتين الخام. ده طبعا احسن، يعني بلاش نكتر برضو من الالوان اللي هي بتبقى فيها الوان صناعية. باي باي.